اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا امل من وجبات خفيفه. النهارده هنعمل مع بعض المشاوي بمناسبه العيد بقى، وكل سنه وانتم طيبين. يبقى عليكم الايام بخير ان شاء الله. عامله لكم كفته الحاتي التحفه دي. بصوا عامله ازاي. بصوا، بصوا من جوه جباره. وعندي بقى اللحمه دي اللي من غير عظم، ودي اللي بالعظم. حاجه كده وهم مستويه سوا بقى، مش قادره اقول لكم. بصوا عامله ازاي، مش مستحمله. وبتتبيله سهله وبسيطه جدا. تعالوا بقى نشوف الحاجات الحلوه دي اتعملت ازاي مع بعض. بسم الله كده وعلى بركه الله. معانا هنا لحمه بالعظم بتاعها ريش، ومعانا لحمه من غير عظم علشان نشويها، ولحمة مفرومة عشان الكفتة. هنشوي النهاردة بقى كفتة ولحمة وحاجات حلوة كتير ان شاء الله. ومعانا بيكنج باودر وملح وفلفل. واللي انا مسكتها دي ليا، حتة ليا صغيرة كده انا بشراها. وده بصل بشراه ورش عليه شوية ملح علشان خاطر ينزل ميته، وبقدونس. اول حاجة هنعملها بقى، هناخد اللحمة المفرومة بتاعتنا ديت من غير اي حاجة. دي مفرومة ناعم جدا، يعني مخلية الجزار يفرمها لي مرتين. هحط عليها ايه بقى؟ هنحط عليها حتة اللية بتاعتي اللي انا كنت مفرزاها وبشراها. بتدي طعم هايل 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 للكفتة، تخليها طعمها زي بتاعة الحاتي بالظبط. هنزل بقى هنا بالفلفل بتاعي والملح، وهنزل معلقة بيكنج باودر. معلقة البيكنج باودر دي بقى بتعمل ايه؟ بتخلي الكفتة بتاعتي ما تكشش، وفي نفس الوقت طرية، جوسي كده من جوه، طرية جدا. احط بقى معلقة البقدونس عليها، بتعززي الطعم طبعا بتاع الكفتة، بتخليها طعمها حلو جدا. عايزة اقول لكم والله العظيم الكفتة دي من غير اي حاجة ما بتفكش ولا بيحصل لها اي حاجة. ضفنا هنا بقى معلقة نشا. النشا دي بتشفط اي سوائل ممكن تكون في اللحمة، يعني علشان ما تخليهاش تفك. بصوا بقى هنا انا بعصر البصلة ازاي علشان انزل اي سوائل فيها، عشان انا احتاج المية اللي نازلة منها دي. هاخد التفل بتاع البصل، شايفين نزلت مية كتير. هاخد التفل ده وانزله على الكفتة بتاعتي، مش كلها. بصوا اهو. مش هنكتر البصل ليه بقى؟ عشان البصل برضو كتر البصل بيخلي الكفتة تفك، فانا مش هكتر البصل. افضل بقى اعجن فيها قوي 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 كأنك بتعجني عجينة. اهم حاجة انك تعجني او تخلطيها حلوة قوي. ليه بقى؟ علشان كل ما تخلطي اللحمة حلو، كل ما الكفتة ما تفكش منك. هتفضلي تخلطي تخلطي. بصوا بقى لونها جميل ازاي، بقت حلوة جدا. كده بقى احنا نصبعها واحنا مطمنين، ولا تفك ولا هيجرالها ان شاء الله اي حاجة. بصوا جميلة ازاي اهو. نيجي بقى نتبل اللحمة المشوية بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد طبعا. هناخد المية دي بتاعتنا. أنا بشوي اللحمة من غير تفل، لأن التفل بيحروق اللحمة أو بيخليها من فوق كده، بتبقى فيها حتت مش ظريفة يعني. فأنا باخد المية اهي نزلتها على اللحمة، وهقلب حلو قوي. هخلي المية بتاعت البصل تشرب من اللحمة، واللحمة تشرب من مية البصل بس. وهننزل بقى بشوية فلفل. انا مش بكتر التوابل على اللحمة علشان تبين الطعم بتاع الشوي بتاعها. مش بحط غير ملح وفلفل ومية بصل بس. بتدي لها طعم هايل، كأنها والله العظيم مشوية عند الحاتي بالظبط، كباب كباب يعني. بس يا ستي كده خلاص، هنسيبها بقى ساعتين وبعدين نرجع لها تاني ان هي تشرب من التتبيل. نيجي بقى اثناء ما اللحمه مرتاحه هنصبع بقى الكفته. هنا الميه بتاعت البصل اللي احنا خلينا منها حبه شويه كده، حطينا عليها شويه ملح وشويه فلفل اهو. وهنقلب ونحط معلقه طماطم عليها. ليه بقى معلقه الطماطم دي؟ بتخلي الكفته لونها حلو في الفرن. او ما عندكيش طماطم حطي صلصة، برضو هتنفع يعني. واقلب حلو وابل ايدي كده، وامسك حتة اللحمة معايا اهو، واخلطها حلو. بصوا بضغط عليها حلو واصبحها اهو. بصوا علشان خاطر تتسوى حتة اللحمة معايا،
على السيخ، تبقى كفتة شكلها حلو ومهندمة كده وشكلها تفتح النفس اهو. بصوا عاملة ازاي، ايه رأيكم بقى؟ جميلة. برضو بظبطها كده اهو واحطها جنبي. هعمل واحد كمان معاكم اهو. شايفين الجمال؟ بتبان حتة اللحمة معاكي ان هي مش هتفك. ليه؟ لان هي ماسكة نفسها. حبة النشا اللي انا حطيتهم دول مع البيكنج باودر مخليينها ماسكة نفسها اهو. بصوا ايه رأيكم بقى؟ حاجة كده تفتح النفس وهي نية، بذمكم مش تفتح النفس وهي نية، تتاكل أكل. تقومي كده تعملي لحمة مشوية، آسفة، كفتة مشوية لوحدها، مش شرط ان انت بتشوي لحمة معاها يعني. دي وجبة ودي وجبة مع شوية رز كده أصفر. بصوا أنا بهزها ازاي عشان أنا بثبت لكم ان هي ما فكتش من السيخ اهي. ممكن دي معاها شوية سلطة، شوية سلطة طحينة، شوية رز أصفر، وجبة كاملة كده جميلة. بصوا بقى هنا أنا جبت الشبكة بتاعتي بتاعت الفرن، حطيت الكفتة بتاعتي أهو. هنا الصينية دي أنا حاطة فيها مية، برص الكفتة بتاعتي علشان أدخلها الفرن على الرف، على السلكة اللي بتاعت الفرن، وهولع من تحت مش هولع من فوق علشان الكفتة بتاعتي تتشمع وتستوي حلو، وفي نفس الوقت تديني اللون اللي أنا عاوزاه. أو برصها أهو. وما تنسيش المية اللي في الصينية علشان خاطر بتطلع البخار، بيطري برضو في نفس الوقت الكفتة. أدخلها بقى الفرن عقبال ما أنا أبتدي أشوي اللحمة. هبتدي بقى. بصوا بقى هنا الجريل بتاعي سخنته حلو قوي ونزلت بالريش بتاعتي. بصوا الدخان عامل ازاي. لازم اعمل الصدمة دي. ليه بقى؟ علشان تديني اللون الحلو بتاعها وتديني الشكل كمان اللي انا عاوزاه، شكل الشوي. بصوا الجمال، حلوة جدا جدا جدا. انا عايزاكم يعني لو كنتوا معايا وشميتوا الريحة، ريحة جبارة، ريحة العيد. كل سنة وانتم طيبين. انا قلت كده ابتدي كده بالشوي كده معاكم عشان افكركم ان العيد ان شاء الله قرب ونعمل احلى اكل مع بعض ان شاء الله. اهو بصوا بقى برص اهو. الجريل ده حلو قوي قوي. اللي ما عندهوش جريل يعمل ايه بقى؟ يجيب صينيه ويتبل. بصوا الكفته طلعت من الفرن، الوش بتاعها عمل ازاي. هقلبها بقى على الناحيه التانيه. بصوا شكلها ولونها، ايه رايكم؟ يفتح النفس ان شاء الله. بصوا، عايزه اقول لكم بقى اللي ما عندوش جريل زي ده يعمل ايه. يجيب صينيه ويحط اللحمه بتاعته في الصينيه ويغطيها بالفويل ويدخلها الفرن. بصوا هنا اللحمه بتاعتي هي طلعت ميتها وشربتها. بقلبها برضو على الناحيه التانيه كده اهو. نفس اللي انا عملته في الجريل ده هتعمليه انت في الصينيه بالظبط. هتقلبيها اهي. بصي اللحمه ما خدتش والله اقل من نص ساعه، اللحمه بتاعتي استوت. هركن بقى لحمتي دي وهاخد الكفته برضو بتاعتي عشان كله ياخد من الطعم بكله، الريحه بالطعم بكله. هحط رز الكفته بتاعتي كده. هكون انا مسخنه فحمايه اهو. ما عندك برضو الجريل مش مشكله، تجيبي حله وترصي كله فيها او صينيه وتقومي مغطياها، تحطي الفحمايه زي ما انا ما هعمل كده بحته اهو ورقه اللي هي الفويل دي. احطها كده في وسط اللحمه والكفته اهو، واحط الفحمه فيها واتش عليها نقطه زيت بالظبط واكتم الريحه. شايفين الدخان عامل ازاي؟ كأنك بتشوي عند الحاتي بالظبط. شامين الريحة؟ شامين الريحة معايا؟ ايه رأيكم؟ كده هناكل ان شاء الله احلى كباب وكفتة في البيت. بسم الله كده.